الحكاية بتبدأ في استاد رياضي مع مجموعة أطفال وهما بيستعرضوا مهاراتهم بالكونج فو. بعد ما الاستعراض خلص سوكو سأل والدته عن مكان والده لأنه ما كانش موجود. بعد كده بنقابل كونج واي. كونج هو والد سوكو لكنه محضرش الاحتفال مع ابنه لأنه كان في الشارع ومنتظر مجموعة من المجرمين من أجل شراء بعض الأوراق الغير قانونية. بالفعل المجرمين وصلوا وكونج واي اتأكد انهم نفذوا اتفاقهم، لكنه انتظر فرصته المناسبة وغفلهم في ثواني. كونج محترف بالفنون القتالية وقدر انه يمسك المجرمين يطحنهم واحد ورا واحد. بعد كده اخد قائدهم رهينة وركب العجلة الخاصة بيه وانطلق للاستاد الرياضي عشان يقابل ابنه زي ما وعده. بعد فترة قصيرة كونج واي حضر الاحتفال اخيرا، واول ما ابنه شافه اتحفز بشدة وجهز للماتش ببطولة الفنون القتالية. اما كونج اتفاجئ ان المجرمين رجعوا من جديد لانقاذ صديقهم وهاجموه بشراسة ملهاش مثيل لحد ما صعدوا لأعلى الاستاد، وبالصدفة واحد من المجرمين وقع على الجمهور، ده غير انه هدد بقتل سيدة مسكينة وقلب المكان لفوضى. لكن اول ما سوكو ابن كونج شاف المجرم اتسلل في هدوء ورمى السلاح من ايده، فكونج اتحد مع ابنه ومسكوا المجرمين طحنوهم وانقذوا الابرياء. في النهاية كونج خرج من الاستاد في صمت وساب الناس يحتفلوا مع ابنه سوكو لانه شجاع. كونج واي وسوكو بيحبوا بعض جدا، ومش بس يبقوا اب وابن الا انهم يعتبروا اصدقاء اعزاء وبيعملوا كل حاجة مع بعض. بس المشكلة ان كونج دايما بيضغط على سوكو وبيحاول انه يخليه اقوى عشان يدافع عن نفسه، فزوجته طلبت منه يخلي باله من ابنه لانه ممكن يأذيه. بعد فترة قصيرة كونج واي قال انه وراه ميعاد مهم، لكنه قبل ما يمشي سوكو عرفه انه هيستلم جايزة للفنون القتالية ولازم يحضر معاه. للأسف كونج واي راح المشوار الخاص بيه لساعات طويلة، واول ما قابل زوجته وابنه اكتشف انهم خلصوا الاحتفال، وسوكو كان حاسس بالحزن لان والده ما نفذش وعده ليه. بس كونج صالحه والاتنين رجعوا للهزار مع بعض. كونج وعائلته كانوا فقراء جدا وبيضطروا يركبوا المواصلات العامة وسط الزحمة، وهنا بنلاحظ ان زوجة كونج مريضة بشدة لدرجة ان واحد من الركاب اعطاها مكانه عشان تقعد بيه. في النهاية العائلة وصلت البيت، لكن كونج حس ان في حاجة غريبة، وهنا مجموعة ضباط ظهروا فجأة وابعدوه عن عائلته بالقوة واخدوه للسجن. طبعا زوجة كونج وابنه اتصدموا من اللي حصل وما كانوش مصدقين نفسهم. بالليل بنعرف ان كونج مش مجرم لكنه شغال ضابط متخفي، ورئيس مركز الشرطة طلب منه يدخل وسط عصابة خطيرة جدا عشان يعرف اسرارهم. بالفعل كونج واي ساعد مجرم اسمه داركي واخرجه من الزنزانة عشان يكسب ثقته ويتصاحب عليه، والاتنين هربوا من الضباط والكلاب وسط الظلام وقفزوا من على السور بمهارة عالية. بعد ما كونج هرب مع داركي راح عشان يزور ابنه سوكو ولاحظ ان زوجته مريضة بشدة، فقال لابنه يخلي باله من والدته لانه يعتبر راجل البيت. بعد كده عرفه انه هيسافر لفترة طويلة ومش هيرجع الا بعد 3 شهور. للأسف سوكو ودع والده في حزن وشافه وهو بيبعد عنه وما قدرش يوقفه. اما كونج كسب ثقة المجرم داركي واعتبره زي صديقه العزيز. بعد كده قدمه لباو. باو هو رئيس العصابة الخطيرة اللي رئيس الشرطة طلب من كونج يعرف اسرارها، وقال انهم هيسرقوا اكبر بنك في المدينة عن طريق قنبلة موقوتة، ده غير انه رمى داركي من اعلى المبنى بسبب مخالفته للأوامر. لكن كونج مسكه على آخر لحظة، وهنا باو ضغط على ايد كونج بشدة وهاجمه بشراسة لأنه أنقذ داركي بدون إذنه، وقال له أنت اللي هتزرع القنبلة وقت سرقة البنك. تاني يوم الصبح باو أخد مبلغ مالي كبير وراح لمطعم وسط المدينة عشان يقابل عصابة مجرمين أمريكيين لأنه محتاج يشتري منهم أسلحة. في البداية العصابة الأمريكية حسوا بالقلق لأن باو خطير، لكنه قدر يكسب ثقتهم وخلاهم يحسوا بالأمان. بعد كده اعطى الاشاره لاتباعه عشان يقتحموا المطعم ويسرقوا الفلوس من جديد، وبكده هيبقوا اخدوا الاسلحه ورجعوا فلوسهم. بالفعل كونج وباقي افراد العصابه لبسوا اقنعتهم وانطلقوا للمطعم، لكن كونج قلب العربيه بيهم لانهم كانوا هيخبطوا بنت مسكينه والمكان اتحول لفوضى. في البدايه كونج وباقي المجرمين هاجموا العصابه الامريكيه بشراسه رهيبه، وفي وسط ضرب النار في سيده شجاعه انقذت الناس الابرياء وساعدتهم ينجوا بحياتهم. اما كونج
اخد شنطة الفلوس وحاول يهرب بالعربية، لكن بقية العصابة الامريكية حصرته وهددته بالسلاح وطلبوا منه يستسلم. لما كونج حس ان الخطة هتفشل كشف ان معاه قنبلة موقوتة، ولو الجميع ما انزلوش اسلحتهم هيفجر المكان في ثواني، فالكل خاف منه وسمع كلامه. وهنا كونج رمى القنبلة بجانب لمبة متعلقة في السقف، لكنه اتفاجئ ان المجرمين الامريكان اخدوا اسلحتهم من جديد وطردوه بسرعة البرق. من حسن الحظ ان كونج محترف بالفنون القتالية لانه تفادى طلقات العدو وقدر يمسك شنطة الفلوس، ده غير انه لمح باو من بعيد ودحرج له الشنطة تحت الطاولة. في النهاية باو هرب وسط الناس بدون ما اي حد يلاحظه، وهنا بنعرف ان السيدة الشجاعة تبقى محققة في البوليس ومسكت عصابة باو طحنتهم. فكونج اخد واحد من الضباط رهينة وهدد الجميع بيه. طبعا المحققة حست بالغضب من كونج وساقت سيارة البوليس لحد ما دمرت المطعم، وطلبت من كونج ياخدها رهينة بدلا من الضابط المسكين. بالفعل كونج سمع كلامها وهددها بالسلاح عشان تسوق بيه بعيد عن الشرطة، وبعد ما هربوا بثواني القنبلة الموقوتة انفجرت ودمرت كل حاجة. اما المحققة فضلت تقول لكونج يسلم نفسه لان شنطة الفلوس مش معاه وسيارات البوليس حصرت الطريق بالكامل. في البداية كونج رفض الاستسلام، لكنه اتفاجئ انهم ماشيين على جسر لسه بيتبني، فاضطر يوقف العربية، واول ما خرج منها فجرها تماما وحاول يهرب، لكن المحققة تتبعته بسرعة البرق وكانت هتقع من مكان عالي، فكونج استخدم كل قوته عشان ينقذ حياتها، والمحققة اتعجبت منه لانه لو مجرم عادي كان هيسيبها تموت. تاني يوم المحققة شافت صورة الكاميرات لقطتها لكونج وعرفت ان عائلته عايشين بمدينة بكين وانطلقت عشان تبحث عنه. اما سوكو كان بيلعب مع صديقه في حالهم، لكن فجأة مجموعة اطفال متنمرين ظهروا وبدأوا يغلسوا عليهم، والمشكلة ان سوكو كان معاه صورة لوالده مكتوب عليها انه مجرم مطلوب للعدالة، فكل الاطفال اتريقوا عليه وفضلوا يعايروه، لكن صاحبه الجدع ضحى بنفسه عشان يحميه منهم ودافع عنه. اول ما سوكو رجع من المدرسة اتفاجئ ان التليفون بيرن وحس بسعادة لان والده هو اللي بيتصل. كونج واي قال لابنه يخلي باله من والدته لانها مريضة بشدة، وقال له انه هيتأخر بسبب شغله في مدينة هونج كونج، فسوكو وعده انه هينفذ كلامه ومش هيعرف اي حد انه اتصل عليه. تاني يوم في المدرسة المتنمرين غرقوا صاحب سوكو بالمية، واول ما سوكو وصل غضب بشدة وفقد اعصابه. بعد كده استخدم مهاراته المتميزة بالكونج فو ومسك المجرمين طحنهم واحد ورا واحد لحد ما علمهم الادب وخلاهم يجروا زي الكلاب. اما المحققة انتظرت لما سوكو خرج من المدرسة وتتبعته لساعات طويلة، واول ما وصلت البيت سلمت على والدة سوكو وعرفتها ان اسمها فونج. بعد كده قالت انها شغالة مع جوزها وجاية عشان توصل لها مبلغ مالي. وهنا سوكو ظهر وقرأ لوالدته رسالة من والده وعرفها انه ارسل لها 250 دولار عشان مصاريف البيت، فالمحققة فونج حست بالحزن لان سوكو ووالدته غلبانين جدا. بالليل المحققة صحيت وبدأت تفتش البيت عشان تدور على اي ادلة تساعدها في القبض على كونج، لكن زوجته لاحظتها وقالت انها تعرف انها شغالة في البوليس، ده غير انها حكت عن جوزها وازاي كان والد صالح بيحب ابنه. في النهاية زوجة كونج طلبت من المحققة تخلي بالها من سوكو لانها مريضة بشدة ومش هتقدر تعتني بيه. بالفعل المحققة كونج اعتنت بسوكو وخلت بالها منه لان والدته مريضة ونايمة طول اليوم. اما كونج استمر في الشغل مع المجرمين، وبالصدفة عرف من داركي ان قائدة العصابة السرية اسمها لي تبقى محامية مشهورة وهي الاخت الكبيرة للمجرم باو، ده غير انها عرفته ان في مركب موجود عليه ناس اغنياء كتير ولازم يسرقوه باي طريقة. طبعا اول ما كونج عرف السر ده بلغ الضابط وطلب منه يرجع لابنه وزوجته، لكن الضابط رفض وامره يكمل المهمة بدون كلام. بالليل سوكو كان بيكتب رسالة لوالده والمحققة فونج اتفرجت عليه من بعيد، لكن فجأة والدة سوكو وقعت من على السرير فاخدوها للمستشفى لان حالتها الصحية سيئة جدا، وهنا بنعرف ان عندها مرض ملهوش علاج ورفضت تعرف ابنها وزوجها عشان ما يصرفوش كل اموالهم عليها. فالمحققة فونج نادت سوكو عشان يودع والدته للمرة الاخيرة. في البداية والدة سوكو وصته يفتكرها ويفتكر والده لانه ممكن يدخل السجن وما يشوفوش لفترة طويلة، ده غير انها اعطت المحققة رسالة عشان توصلها لكونج زوجها. بعد كده غمضت عينيها وفرقت الحياة. طبعا سوكو حس بحزن شديد وطلب من المحققة فونج تاخده معاها عشان يقابل والده قبل ما البوليس يقبض عليه. في الوقت
الوقت ده كونج كان موجود مع العصابة، ووصلته رسالة من ابنه عرف فيها ان زوجته ماتت، فجات له صدمة عصبية وفضل ثابت في مكانه لحد ما انفجر من الغضب ونزل طحن في باو بدون سابق انذار، لكنه رجع لعقله من جديد. ولولا ان داركي هدى باو كان هيقتل كونج بدم بارد. اما المحققة اخدت سوكو وحاولت انها تهربه عن طريق البحر بشكل غير مشروع لان معهوش اوراق قانونية. وبالصدفة لما سوكو قال اسم والده واحد من العصابة سمعه وعرف باو انه موجود مع محققة من البوليس، فباو امره يخلص عليهم باسرع وقت. للاسف المجرمين هاجموا المحققة بشراسة رهيبة، لكن سوكو محترف بالكونج فو ومع ان سنه صغير الا انه مسك المجرمين روق عليهم. بعد كده هو والمحققة اخدوا المركب وانطلقوا لمدينة هونج كونج، لكنهم اول ما وصلوا المحققة اتفاجئت ان في شرطي زميلها نشر صور سوكو في الاخبار واعلن ان والده مجرم. فالمحققة فونج اتعصبت بشدة واتخانقت معاه. حتى سوكو شاف صورته في التلفزيون وافتكر ان المحققة هي اللي كشفت سره واخد نفسه وهرب. بعد فترة قصيرة كونج حضر بيت المحققة عشان يدور على ابنه، لكن المحققة فاجئته وحاولت انها تخليه يسلم نفسه. طبعا كونج رفض لانه لازم ينهي المهمة ويعرف اسرار عصابة باو. وقبل ما يهرب المحققة فونج وضعت الرسالة اللي زوجته بعتتها ليه في جيبه بدون ما ياخد باله. لما كونج قرأ رسالة زوجته المتوفية اكتشف انها بتوصيها على ابنه وطلبت منه يتعاون مع المحققة لانها طيبة وجدعة. بس الغريبة ان اول ما كونج رجع مقر العصابة اتفاجئ ان ابنه بياكل مع باو وباقي المجرمين. طبعا ده كان فخ من باو عشان يكشف ان كونج ظابط متخفي، لكن كونج موقعش بالفخ وفضل ياكل عادي كأن سوكو مش ابنه. وهنا باو المجنون كسر الطاولة على سوكو وفضل يعذب فيه لان كونج ممكن يكشف نفسه، بس كونج اتحمل الموقف بكل ما عنده. ده غير انه مسك ابنه بايديه وافقده الوعي بتقنية كونج فو سرية لدرجة ان المجرمين افتكروه ميت ورموه في مكب النفايات. بعد فترة قصيرة كونج استغل ان باو وباقي العصابة بيحتفلوا مع بعض واتسلل بعيد عنهم عشان يرجع لمكب النفايات ويدور على ابنه سوكو. بس المفاجأة ان باو كان بيراقبه طول الفترة دي وقال انا كنت شاكك انك ظابط من البداية. وهنا اتنين مجرمين مستخبيين ظهروا فجأة وهاجموه بدون سابق انذار. في البداية كونج تفاداهم بمهارة عالية لانه لو مات سوكو هيعيش لوحده بدون اب او ام. ده غير انه مسك باو طحنه وعلمه الادب. فواحد من المجرمين اخد شاحنة ضخمة وحاول يدوسوا بيها. كونج اتشعلق بالشاحنة لان لياقته البدنية عالية لكنه كان هيموت بسبب ضغط المجرمين عليه. بس من حسن الحظ المحققة فونج ظهرت وانقذته بسرعة البرق. في الوقت ده بنعرف ان داركي انقذ سوكو من الموت، مع ان داركي مجرم حقير الا انه اصبح صديق كونج العزيز عشان كده ساعد ابنه. لما داركي قرر يرجع سوكو لوالده ويسلم نفسه للبوليس لمح باو من بعيد فخلى سوكو يستخبى تحت المية ورفض يقول لباو على مكانه لحد ما ضربه بالنار ورماه في البحر. بعد ما باو مشي سوكو فضل يعيط على داركي، لكن داركي اعطاه جهاز لاسلكي وقال له يتصل على والده عشان يحذره بان العصابة بتخطط تهجم على مركب مليان بناس اغنياء. بالفعل سوكو اتصل على والده وعرفه بخطة باو واتباعه. بعد كده اتسلل لمركز المراقبة وغفل واحد من المجرمين عشان يتفرج على الكاميرات. واول ما كونج وصل المركب ابنه ساعده ودله على اماكن القنابل عشان يفككهم واحدة ورا التانية ويحمي الابرياء. في النهاية كونج دخل المركب واكتشف ان في مزاد كبير للاثار النادرة، لكن من سوء الحظ بطارية اللاسلكي خلصت وسوكو ما قدرش يساعد والده بفك باقي القنابل. وهنا باو الندل ظهر وهدد بتفجير الجميع مقابل الفلوس لدرجة انه خلص على اخته ليه وخانها عشان ياخد كل حاجة لنفسه. طبعا كونج اتصدى لباو واتباعه وقرر يوقفهم عند حدهم. في البداية كونج هاجم باو بشراسة لانه حاول يقتل ابنه، لكن باو ماهر بالفنون القتالية والمعركة ما بينهم استمرت لدقايق طويلة. بس مع الوقت كونج بدأ يسيطر فباو اتحد مع 2 من اتباعه والتلاتة قتلوا كونج باستخدام ركلاتهم المدمرة وكانوا هيخلصوا عليه. لكن فجأة سوكو ظهر ودافع عن والده، وهنا كونج وسوكو اتحدوا وقتلوا المجرمين مع بعض والاتنين فضلوا يضربوهم بالحبال وعلموهم الادب. كونج استخدم ابنه كسلاح وهزم كل المجرمين بسهولة. فباو استدرجهم لفخ مميت، واول ما كونج وابنه تتبعوه واحد من المجرمين خطف سوكو وباو فجر قنبلة قريبة منه. للأسف سوكو فقد الوعي وباو كان هيخلص على كونج، لكن المحققة ظهرت على اخر لحظة ووقفته عند حده فاخد سوكو رهينة وفضل يخنقه. اما كونج مسك المسدس وانتظر الفرصة المناسبة، بعد كده غفل باو وضربه في رجله ووقعه بالارض. وهنا المحققة
وكونج حسوا بالقلق على سوكو واضطروا ياخدوه بالمروحية عشان يعالجوه، لكن باو لسه عايش ومسك في كونج، ده غير انه شغل قنبلة موقوتة عشان يدمر السفينة كلها. للأسف المحققة هربت مع سوكو وبس، اما كونج قاتل لحد اخر نفس وقدر انه يدمر باو ويخرج من السفينة قبل الانفجار. وبعد ما وصل للشط وراح عشان يزور ابنه، الدكاترة قالوا انه مات، لكنه فاق من جديد لانه بيقدر يكتب نفسه لفترات طويلة. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.